تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام مع حلقة جديدة ومتجددة من برنامج خطوة. الخطوة التالية أو الخطوة الثانية اللي نبغى نمشيها مع بعض من خلال برنامجنا ومن خلال المواضيع اللي نطرحها راح تكون في اتجاه المرأة. عنوان حلقة اليوم: كيف ينظر الرجل للمرأة المثقفة؟ المرأة المثقفة، المرأة المتعلمة، الرجل كيف ينظر لها؟ والمرأة لما تكون مثقفة هل هي تشكل تحدي بالنسبة للرجل وبالنسبة لحياتها وبالنسبة للمجتمع وبالنسبة لعائلتها؟ وهل ثقافة وتعلم المرأة هو مشكلة بحد ذاته ولا واحدة من أفضل الحلول للمرأة؟ وإيش الفرق بين إن احنا نقول ثقافة المرأة أو المرأة المثقفة والمرأة المتعلمة؟ هل صحيح إنه في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ إنه كل متعلمة مثقفة ولا كل مثقفة متعلمة؟ وإيش الأفضل لحياة المرأة؟ لحياة المرأة سواء قبل الزواج ولا بعد الزواج، لحياتها ومساهماتها في المجتمع، إيش الأفضل لها؟ إنها تكون امرأة متعلمة ولا تكون امرأة مثقفة؟ وهل المجتمع صحيح يحدد مساحة الثقافة المسموحة للمرأة؟ يعني المجتمع يقول للمرأة أنا أسمح لك أو أقبل أنك تكوني مثقفة في هذه الأمور ومتعلمة في هذه الأمور، وفي أمور تانية وفي جوانب أخرى لا أنا ما أقبل ومرفوض جدا أنه هذه المساحة تدخلي فيها لأنها مخصصة للرجل فقط؟ وهل صحيح أنه قراءة الروايات الكثيرة والكثير من النساء تقرأ روايات، هل قراءة هذه الروايات تجعل المرأة مثقفة أو تصنف هذه الروايات كنوع من الثقافة ولا ما لها أي دور في تشكيل عقل وذهن المرأة؟ ونحن المسلمين أو المسلمات إيش نوعية الثقافة التي نريدها للمرأة المسلمة؟ إيش نوعية الثقافة اللي نتمنى أن المرأة المسلمة تتحلى بها وتكون زاد لها؟ والسؤال المهم: هل ثقافة وعلم المرأة يأثر على اختيارها لزوجها أو اختيار شريك الحياة، وتبدأ يكون عندها معايير خاصة وطلبات خاصة وتصور خاص للحياة، ولا هي المرأة المثقفة والمتعلمة زيها زي أي امرأة في موضوع الزواج؟ وليش المرأة بالذات المرأة لما تتزوج تبطل تقرأ وتبطل تكون مثقفة وتبطل تتعلم تماما؟ يعني قبل الزواج ما شاء الله تبارك الله تقرأ كل ما تقع عليه عينها، تصير دودة قراءة وتتعلم وتدخل كورسات وتخرج من كورس وتسوي وتفعل وكل شيء، لكن بعد الزواج بطل تماما عن هذه الأشياء. ولما تسألها تقول لك صح أنا كان هواياتي القراءة وكنت أحب أدخل الكورس وأتعلم وأصلا أنا تعلمت تعليم جامعي وشهادتي أصلا في الدرج وما استخدمها أبدا. وآخر سؤال: ما فائدة أن تكون المرأة مثقفة؟ إيش الفائدة لنفسها؟ طبعا مو هذه هي الأسئلة بس، في كثير من الأسئلة في هذا الجانب، في جانب المرأة المتعلمة والمرأة المثقفة، الكثير من هذه الأشياء. وإيش دور هذه العلم والثقافة بالنسبة للمرأة لنهضتها وقوتها؟ خلونا نبدأ القصة من البداية. المرأة أول ما تفتح عينها تبدأ تدخل المدرسة زيها زي أخوها، وتروح تتدرج في التعلم من ابتدائي لمتوسط للثانوي، وإذا هي جاية لأبوين عندهم شوية علم أو محبة للعلم أو في مجتمع يشجع بقوة أنها تتعلم، تكمل تعليمها الجامعي.
طبعا ما نغفل احنا دور الظرف او الظروف اللي تمر على المرأة. في بعض النساء مثلا ظروفهم ما تساعدهم يكملوا آم، تعليمهم الجامعي فيتوقف لغاية مرحلة الثانوي، وبعد كده المرأة في الثانوية تبدأ تدخل مراكز تثقيفية، مراكز للدورات، تبدأ تاخذ كورسات لأنه عندها وقت وعندها همة وما عندها مسؤوليات كثيرة، فتبدأ تتعلم تتعلم تتعلم. ومع كثرة العلم اللي تاخذه وكثرة الأشياء اللي تقرأها والثقافة ومخالطة الناس في ذوي الاهتمام الواحد يخليها تنتقل من شخصية لشخصية، يعني تدخل في طور بناء شخصي معين. هذا الطبيعي اللي احنا دائما نشوفه. طبعا بعد كده تتوسع، إذا عندها لسه وقت ما تزوجت تبدأ تتوسع وتبدأ تصير تنتقي الأشياء اللي تقرأها. طبعا احنا جالسين نتكلم الآن المرأة في الثانوي، وبعد كده حناخد الخطوة الثانية اللي هي المرأة في الجامعة ايش بتصير. الآن المرأة اللي في الثانوية تبدأ توسع دائرة المعلومات عندها ودائرة الثقافة ودائرة طلب العلم. ولما نقول طلب العلم مو قصدنا احنا العلم الشرعي، إنما العلم اللي هي يستهويها، المجال اللي هي تحب إنها تكون تعرف فيه أشياء كثيرة، فتتحول إلى امرأة مثقفة وتوسع دائرة الثقافة عندها في القراءة في مجالات أخرى، ربما تكون مرتبطة بالمجال اللي هي تحبه، ممكن ما لها علاقة. المهم بدأت الآن أو بدأ ذهنها يطلب نوع معين من الغذاء اللي هو قائم على القراءة والتثقف والتعلم. ليش؟ لأنه ما عندها دراسة جامعية تبدأ تشبع هذا النهم اللي هو للتعلم من خلال القراءة المتنوعة، من خلال الالتحاق بالكورسات، من خلال الاستماع لبرامج تثقيفية، من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية، الأنشطة التوعوية، من خلال مشاركتها هي ومساهمتها في نشر العلم والثقافة في وسط بنات جنسها. تيجي المرأة الآن اللي حالفها الحظ كان عندها نصيب إنها تدخل الجامعة وتبدأ تتعلم وتتوسع في تخصصها وتصير محترفة في المجال اللي اختارته كتخصص لها في الجامعة. وبعد التخرج معروف يعني إذا حالفها الحظ وكان فرصها جيدة معناها تبدأ تشتغل، وكل معرفتها في الحياة هو المجال اللي درسته في الجامعة والمجال اللي الآن جالسة تعمل فيه، إذا كان نفس التخصص أو تخصص آخر، وممكن يكون عندها قليل من الثقافة. الآن انتقلت المرأة من مرحلة إنها هي كانت إنسانة عادية جدا، صارت إنسانة مثقفة ومتعلمة. هل هذه الثقافة والعلم اللي الآن أخذته المرأة يعني كان له فائدة في حياتها؟ نعم، كان له فائدة عظيمة جدا في حياتها، لأنه كل ما تعلم الإنسان وكل ما تعلمت المرأة تصير مطالبها مختلفة. الآن المرأة اللي ما تعلمت أو ما تثقفت مطالبها عادية جدا في أي جانب من الحياة، يعني ما عندها مطالب كثيرة، يعني أي شيء تقبل فيه. لكن المرأة الآن المتعلمة والمثقفة الآن أصبح عندها متطلعة لمطالب خاصة لأمور معينة، وصار عندها رأي وكونت رأي، وهذا الرأي يظهر من خلال إيش؟ نقاشاتها في البيت بشكل بسيط جدا. لو تتكلم مع أمها ولا مع أبوها ولا مع أخوها في موضوع ما يكون لها رأي، وتعطي رأيها بناء على ما تعلمته ما قرأته ما فهمته. فصار عندها موارد وخبرات يعني مختلفة تماما، يعني قائمة على الثقافة والعلم وليس التجارب، يعني لسه ما صار عندها تجارب في الحياة. فتصير يعني تغيرت حياتها، وصار يعني يظهر حتى على طريقة لبسها إن هي إنسانة مثقفة ومتعلمة، طريقة كلامها، طريقة اختيارها حتى للألوان، حتى للأكل، حتى طريقة مشيها يختلف، تأثر كل شيء فيها. وهذه حقيقة، لأن المرأة لما تتعلم وتتثقف حتى طريقة مشيها يبان عليها أنه هي إنسانة متعلمة ومثقفة ولا لا. هذه أبسط الأشياء، وممكن نبدأ نلاحظ هذا الشيء، نحن نعرف هذا الشيء ويمكن ملاحظته حتى، يعني عشان ممكن بعضنا يقول مستحيل يعني يوصل لهذا التأثير. لا، هذا طبيعي جدا، هذا اللي يحدث، لأنه الآن العقل تغير وانتقل لمستوى آخر، صار في تصور، في صورة ذهنية عن نفسها داخل نفسها، فاختلف تماما هذا الشيء وأثر عليها هي، وصار في فائدة أكثر أنه هي الآن تشعر بالقوة. هذه المرأة المثقفة والمتعلمة تشعر أنها امرأة قوية.
طيب قوتها هذه لأي مدى تأثر عليها؟ تأثر عليها في طريقة تعاملها مع الحياة ومع مصاعب الحياة ومع تجارب الحياة ومع قرارات الحياة. فتلاقيها ما تخاف لما تيجي تتخذ قرار في أمر ما تخاف أبدا، ما تخاف. والسبب أنه هي متعلمة أساسا يعني، فالعلم هذا يعطيها يعني قوة. وإحنا قلنا أنه دائما القوة هي الثلاثة، في العلم والمال والدين. فالعلم اللي عندها هذا أعطاها قوة. طبعا ما نقدر نحدد درجة القوة يعني إلى أي مدى هي قوتها، إلا أنه مسألة نسبية يعني حسب العلم والثقافة اللي هي تحملها الآن. لكن كلما حملت المرأة ثقافة راقية جدا وعلم راقي جدا يتناسب مع كونها امرأة مسلمة، هنا معناها القوة التي تشعر فيها قوة هائلة جدا ومؤثرة في من حولها. فهذا التأثير اللي أضافوا عليها جعل لها الآن توجهات جديدة في الحياة. التوجهات الجديدة هذه إيش هي؟ هذه المرأة المتعلمة والمثقفة لا تقبل ما كانت تقبله أمها اللي ما عندها علم، ولا النساء اللي في محيطها ما عندهم علم. تشعر هي أنه هي متميزة، هي مختلفة، فما تقدر تقبل أي شيء. ومع الأسف الشديد أنه المرأة في هذه المرحلة هي تتصادم مع النساء، ما تتصادم مع الرجال، لأنه النساء يأثروا عليها من ناحية إيش، أو تصادمها من ناحية إيش، أنه هم يشوفوها هو خروج عن النظام النسائي في الخضوع يعني وفي إظهار الضعف. فالنساء هذول يشعروا أن هي صارت قوية بسبب العلم اللي تحمله، بسبب الثقافة اللي تحملها، فيبدأوا يحاربوها. انه يعني انت ايش حتحسبي نفسك حتغير الدنيا، راح يعني انت حتكوني جبتي شيء مختلف مثلا، اللي زيك يعني ما سوى ولا شيء، ما راح تزيدي على الدنيا شيء. ينظروا لعلمها وثقافتها كأنه شيء ثانوي. فدائما يحاول النساء يكسروا همتها، لكن بسبب العلم والثقافة اللي عندها هي تكون قوية، إلا في جانب واحد في أعماق قلبها تخاف منه، اللي هو إيش؟ تخاف أنه كلامهم هذا حقيقي في موضوع الزواج أو اختيار الزواج. هذه المرأة المتعلمة والمثقفة يعني التحديات اللي تواجهها، قلنا احنا أنه اللي يحاربوها بسبب ثقافتها وعلمها وتميزها هذول أول شيء هم النساء. وفي أعماقها الشيء اللي يخوفها هو الرجل متى؟ لما يكون يحين وقت الزواج. ليش؟ لما يجي وقت الزواج هنا يجي التحدي الكبير. فهي من كثر ما سمعت انه مو مهم وانه ما في مشكلة تعلمي، لكن الزواج شيء مختلف تماما، وانه لازم تكوني امرأة عادية جدا وتقبلي بأي شيء، هنا تبدأ تخاف انه هي تكون غير قادرة على الزواج. ليش؟ لأنه الآن صار عندها وجهة نظر في الحياة، وعندها رغبة مختلفة تماما في اختيار شريك الحياة، وعندها الآن رأي في موضوع الزواج يختلف تماما. المرأة في السابق تتزوج لأنه هو بدأ الشيء طبيعي، الآن المرأة المثقفة والمتعلمة ما تتزوج لأنه طبيعي، صار الآن عندها احتياجات معينة، حاجات نفسية معينة، حاجات عاطفية معينة، انفتح ذهنها وعقلها على شيء مختلف. ما تعرف أمها، ما تعرف النساء اللي هم أقل منها، فصار عندها الآن هذا الخوف في التعامل مع هذا الرجل. الآن لما تيجي تختار الرجل تبدأ عندها معايير مختلفة، وهنا يبدأ التحدي الحقيقي الذي تواجهه المرأة المتعلمة والمثقفة. هل تبقى كما هي من خلال العلم اللي تحمله ومن خلال الثقافة اللي هي تحملها وتتمسك برأيها، ويكون عندها شروط خاصة في اختيار زوج المستقبل وفي اختيار شكل الحياة التي تريدها، ولا تقبل بما قبلت به أمها ولا أختها ولا خالتها ولا عمتها وتخلي الأمور طيبة وما في أي مشكلة وتتزوج زي ما يتزوجوا الناس والحياة عادي يعني تمشي، ومو لازم الواحد كل شيء يتعلمه في الدنيا يطبقه بهذه النوع من الأفكار. هذه التساؤلات تدور دائما في عقل المرأة المتعلمة والمثقفة، لأنه التحدي أو دائرة التحدي أصبحت كبيرة. الآن في البداية كانت تتحدى نفسها وتحدت أفكارها، وبعدين تحدت بالخروج يعني بالشكل المثقف والمتعلم مجتمعها، وبعدين النساء الآن وصلت في مرحلة مصيرية اللي هو بناء علاقة مع الرجل تحت مسمى الزواج.
فنجي المرأة المثقفة والمتعلمة تصير امرأة متطلبة في موضوع الزواج، يعني في الغالب تكون هي متطلبة، وهذا التطلب هي تدفع ثمنه، وتدفع ثمن التحدي اللي راح تخوضه من خلال ما تعلمته في الجامعة وما قرأته في الكتب وتطبيقه في واقع الحياة. احنا طالعين فاصل وراح نرجع نجاوب على أهم سؤال، هو إيش نوع التحدي اللي يواجه المرأة لما تيجي تختار زوج المستقبل، خاصة لما تكون المرأة متعلمة ومثقفة، وهل هذا التحدي حقيقي ولا وهمي صنعه المجتمع وصنعته النساء في محاربتهم للمرأة المثقفة والمتعلمة. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا في موضوع مهم جدا لحلقة اليوم، كيف ينظر الرجل للمرأة المثقفة. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل في السؤال اللي تركناه قبل الفاصل، اللي هو هل ثقافة وتعليم المرأة يؤثر على اختيارها للزوج؟ نعم. الآن المرأة المثقفة أو المتعلمة لما تيجي تبغى تتزوج كيف تختار زوجها؟ أهم المتطلبات عندها هل هي نفس الشيء؟ الأساسيات يعني يكون ابن ناس وأخلاقه كويس وشغله كويس وبس؟ لا، المرأة المتعلمة والمثقفة الآن تبغى رجل يجاريها، تحتاج رجل متعلم أو يكون على الأقل مثقف. ليش طيب؟ لأنه هي الآن تحتاج، يعني صار عندها حاجة نفسية للإشباع، يعني الطموح تبعها تحتاج رجل تناقشه، تاخذ تعطي معاه، تتكلم معاه، تناقشه في أفكار، تشاركه ما عندها، طموحاتها، أحلامها. هذا الرجل إذا ما كان زيها في نفس المستوى من التعليم أو من الثقافة، هو يشكل بالنسبة لها تحدي أو عائق. عشان كده المرأة لما تكون متعلمة أو مثقفة نظرتها لموضوع الزواج مختلفة تماما، بالذات إذا كانت ذات شخصية قوية أو شخصية مختلفة عن النساء الأخريات، يعني ما هي ضعيفة الشخصية، صار عندها رأي. هنا الآن لما تيجي تطلب أو تطلب للزواج وتخطب، هي الآن عندها معايير جديدة، معايير قائمة على إيش؟ والله هو متعلم، طيب مثقف، فين يشتغل،
إيش يسوي، إيش هواياته. الأسئلة اللي ما كانت المرأة أساسا تسأل فيها زمان أو تسأل عنها زمان، تبدأ المرأة المتعلمة أو المثقفة تسأل عنها وتطلبها في زوج المستقبل. والسبب أنه أول شيء هي تشبع حاجات نفسية لديها هي من خلال ما تعلمته من العلم أو من الثقافة اللي اكتسبتها، وكمان تنظر هي للمستقبل، تشوف تماما أفضلية أن يكون الأب والأم متعلمين أو مثقفين في تربية الأبناء. هذا الشيء هي تفكر فيه بعمق وبعد آخر. لذلك المجتمع أو العائلات في الغالب يعني أو بعض العائلات تخاف تماما من العلم اللي تكتسبه المرأة. متى تخاف؟ لما تكون نفس العائلة أساسا تشوف أنه علم المرأة وثقافتها أو تعلم المرأة وثقافتها هو مش ضرورة في حياتها. بس طبعا مع التغييرات اللي دخلنا فيها في حياتنا صارت العائلات كلها تنظر أنه المرأة لازم تكون متعلمة ومثقفة وبقوة جدا. لكن هل هذا ما أثر على مستقبل المرأة؟ لا، أثر عليهم مع الأسف الشديد، أثر عليهم، وصارت المرأة متطلبة أكثر. فبعدت تماما عن المعايير اللي هي معايير الإسلام في اختيار الزوج، ودخلت في بالإضافة إلى هذه المعايير معايير إضافية، يعني صار عندها شيء آخر يوازي قوتها. فبالفعل المرأة الآن لما تعلمت أو صارت متعلمة ومثقفة أثر على طريقة اختيارها للزوج، لأنه هي حاسبة حسابات الآن وبعدين للمستقبل لها ولأبنائها ولهذا الرجل. طيب المرأة الآن المتعلمة والمثقفة عندها مشكلة تواجهها مع المجتمع. هل المجتمع يحارب المرأة المتعلمة والمثقفة، يقبل فيها ولا ما يقبل فيها؟ المشكلة في المجتمع أنه يقبل فيها، بس يقبل فيها في أمور معينة وفي أمور ما يقبل فيها. يحاول دائما أنه يقلل من العلم اللي عندها ويقلل من الثقافة التي عندها. والسبب أنه بعض المجتمعات، أو خلينا نقول نحن يعني بعض المجتمعات تتأثر برأي الرجال. يعني الرجل يخاف من المرأة المتعلمة والمثقفة. يعني الرجل يعجب بالمرأة المثقفة ويعجب بالمرأة المتعلمة ويعني ويحترمها ويقدرها ويجيب ذكرها دائما في كل مجلس، واللي يسمعه لما يتكلم عنها يقول بس هذا خلاص ما راح يتزوج إلا امرأة تكون متعلمة أو مثقفة. لكن لما يجي في واقع الحياة يبغى يتزوج، يبحث عن المرأة الأقل منهم، يخاف من المرأة المتعلمة والمثقفة، لأنه هنا هذه المرأة تشكل بالنسبة له هي تحدي. طيب، وما راح يعترف أنه هي تشكل بالنسبة له الآن تحدي، إنما راح يتكلم عنها أنه هي غير صالحة أنها تكون زوجة وربة بيت، لأنها لن تقبل أنها تجلس في البيت. والحقيقة مختلفة تماما. إنما الحقيقة هي أنه يخاف منها. ليش؟ لأنه الرجل في الغالب يعني يحب أنه يفرض سيطرته على المرأة أو فهنا هذا الخوف اللي عند الرجل والمرأة اللي أو عند الرجل اللي يتكون بسبب أنه هو ما يبغى المرأة تكون تناقشه أو تاخذ تعطي معاه أو تصد وترد معاه أو تقول له وما لونها وكيف هذا وكيف كذا وتشاركه في الخطط وفي القرارات. هذا اللي يخليه يمتنع عن أنه يرتبط بالمرأة المثقفة أو المرأة المتعلمة. في الغالب أنه الرجل يحب المرأة تكون مطيعة بدون نقاش، لكن هذه بالنسبة له هي حتسبب له زي ما يقولوا صداع، لأنه كل شيء راح تناقشه، كل مناقشة له هي حتشعره أن هي أفضل وهو راح يشعر أنه هو أقل. فهذا الصدام النفسي أو الرفض النفسي اللي عنده دائما تلاقي يرفض المرأة المثقفة والمتعلمة في موضوع الزواج. يعني المسألة هي مسألة رأي فقط للرجل. مع الأسف الشديد أنه هذا الرأي اللي عند الرجل وهذا التوجه اللي عند الرجل في موضوع الزواج يتبناه المجتمع، يعني مع الأسف الشديد. فالمرأة تخاف تماما لما تتعلم أو يزداد علمها. المشكلة كمان الثانية أنه المرأة بسبب هذا الخوف تدخل عنصر التحدي في طلب العلم بزيادة وبالتوسع في ثقافتها بزيادة، وهذا التحدي للرجل أنها تكون أفضل منه علميا وثقافيا يؤدي بها الوقوع في الفخ اللي هو أساسا المفروض ما تقع فيه.
لأنه المفروض أن هي الآن بالعلم والثقافة اللي عندها أصبحت قوية، لكن استخدمت القوة هذه استخدام غير صحيح من خلال إيش؟ أن هي قللت دور الرجل وحجمته، أو خلت الرجل ما له قيمة عالية جدا في حياتها. طيب إيش الخطر في الموضوع ده كله، أو الشيء السيء في الموضوع ده كله؟ الشيء السيء في الموضوع هذا كله أن المرأة لما صارت خايفة أنه الرجل يتفوق عليها وصارت هي متفوقة عليه، الآن بدأت تمارس السلطة التي كان يمارسها الرجل عليها، صارت هي تمارسها عليه من خلال إيش؟ علمها وثقافتها. فتحاول دائما تظهر أنه هو أقل معرفة وأقل علم وأقل ثقافة، وما تقبل مثلا أنه مثلا إذا كان هو أقل منها أنه يمشي رأيه عليها. ليش؟ تقول الحين أنا كل هذا العلم وكل هذا التعب وكل هذه الشهادة وكل هذه الثقافة أسمع رأي يعني مو صحيح. المشكلة مو في الرأي الغير صحيح، إنما المشكلة أنه هي تنسى تماما الأسلوب اللي لازم تتبعه لجعل زوجها يغير رأيه بأسلوب لطيف جدا يعني. فهنا الإشكالية حقتنا في موضوع أن ثقافة المرأة أو المرأة المتعلمة والمثقفة، فين الإشكالية؟ أن المرأة ما فهمت أنه لما تتعلم وتتثقف هذا شيء جيد، وهذا المفروض اللي يصير، مو أنه شيء زائد يعني في الحياة، إنما المفروض الذي يحدث أن المرأة تتعلم أساسا. لكن طريقة استخدامها لهذا العلم هو اللي كان سيء، أو هذه الثقافة طريقة استخدامها لهذه الثقافة هو الشيء السيء في الموضوع، لأنه هي ما انطلقت أساسا في مسألة التعلم والثقافة هذه من نية صحيحة. يعني إيش الهدف كان أنها تتعلم؟ وإيش الهدف من الثقافة دي اللي اكتسبتها كلها؟ إيش تسوي فيها يعني زي الإنسان اللي يجمع فلوس، طب إيش تبغى تسوي بعد التجميع ده كله الآن؟ أحارب فيه الناس مثلا؟ لا طبعا. أحارب بهذا العلم الرجل، أحارب المجتمع. هل أخرج عن العادات والتقاليد؟ هل أخرج عن أحكام الإسلام من خلال تطبيقي لأي شيء مخالف بدعوى أن أنا متعلمة ومثقفة؟ هنا جاء الشيء المضر في موضوع ثقافة وتعلم المرأة. لذلك المجتمع دائما ينظر للشيء السلبي في هذا الأمر، أو النماذج السلبية الموجودة اللي هي قليلة جدا، ويعممها على المرأة، ويخاف إنه المرأة تتعلم. ودائما يطلقوا عبارة إيش؟ والله الواحد هذه الأيام ما يتزوج وحدة متعلمة أو أعلى منه علما يعني، أو أكثر منه ثقافة، أو أكثر منه قدرة، أو أقوى منه شخصية، الأفضل يعني حتى تستقر الحياة. وإذا رجل تزوج امرأة متعلمة ومثقفة وفشلوا في الزواج، قالوا عشانها هي أكثر منه علم وثقافة فهي شافت نفسها عليه. على طول يحملوا المرأة هذا الشيء السلبي، وما يقولوا مثلا الرجل هو كان عنده مشكلة أساسا أنه ما عرف يحتوي هذه المرأة، إنما شاف دائما من خلال تربيته أن المفروض هي تكون أقل منه. فهي الآن لما صارت أفضل منه علما وثقافة بدأ الآن يحاول يهدم هذه الأشياء فيها. هذه من الأفكار المنتشرة في المجتمع. لذلك المرأة لما تكون متعلمة ومثقفة إذا كانت شخصيتها قوية ما بتخاف من هذا الكلام كله، وبتعرف تماما الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه النوعية من الأفكار. لكن إذا ما كان عندها علم صحيح وفهم صحيح وثقافة صحيحة وشخصية قوية، راح تتصادم مع الناس كلهم في هذا الأمر ولن تنجح في حياتها. ودائما لما تفشل المرأة، وقليل منهم من يفشل، تكون متعلمة ومثقفة، يرجعوا فشلها في حياتها إلى علمها وثقافتها. لذلك انقسموا النساء، صاروا بعضهم يحبوا تتعلم، يعني تحب تتعلم بس ما تتوسع في العلم مرة يعني، أو إنها تتثقف وما تتوسع مرة حتى لا تفشل، أو حتى فرصها في الزواج ما تقل، أو حتى منزلتها في المجتمع ما تهتز وما يصير عليها سمعة إنه هي شايفة نفسها في هذا الجانب. طيب إيش نوعية الثقافة اللي إحنا قاعدين نتكلم عليها طول الوقت اللي إحنا نبغاها للمرأة تتعلمها أو تتثقفها؟ وهل صحيح إنه قراءة الروايات تخلي المرأة مثقفة؟ خلوني ألفت النظر لشيء مهم جدا. كثير من النساء تقرأ روايات، ومع الأسف الشديد هم يظنوا أنه لما تستهلك وقتها في قراءة الرواية هي تصير مثقفة. مع الأسف الشديد خليني أقول لك الخبر السيء عزيزتي المرأة، أنت لما تقرأي روايات كثيرة ما تصيري إنسانة مثقفة. أنت بتصيري تعرفي الرواية هذه عن إيش القصة وبس، لكن ما في شيء أكثر من كده. الثقافة موضوع مختلف تماما عن هذه الأشياء. لو جينا احنا تكلمنا ببساطة الثقافة ايش هي؟ انه الانسان ياخذ من كل بستان زهرة، يعني يتعلم من كل علم شوية.
بس العلم اللي يختار يتعلمه لازم يكون علم يفيده. ونحن بصفتنا مسلمات مثلا لما نتعلم أول شيء ننطلق في تعلم الثقافة الإسلامية، نتعلم شوية من الحديث، شوية من القرآن، شوية من التفسير، شوية من الفقه الخاص بفقه النساء بالذات، نتعلم شيء من طرق التعامل مع الزوج، طرق التعامل، إدارة البيت، طرق تربية الأبناء، مشاكل المراهقين، المجتمع التوعوي، يعني كيف نتعامل مع هذه المشاكل، كيف نوسع دائرة المعلومات هذه من كل جانب فيها. لما ناخذ من كل شيء شوية شوية شوية، هذه هي المرأة اللي احنا نتكلم عنها كامرأة مثقفة، امرأة تقدر تضيف شيء للحياة، امرأة تقدر تساهم بشيء في هذه الحياة. لما تجلس هذه المرأة المثقفة والمتعلمة نفس الشيء في وسط النساء، تقدر تغير في طريقة تفكير النساء. طبعا احنا لما نقول المرأة المتعلمة هل هي ممكن تكون مثقفة؟ طبعا هو المفروض انه المتعلمة دي تكون مثقفة اساسا. ليش؟ لانه اذا المرأة تعلمت فقط تعليم اكاديمي، هذا ما يجعل منها مثقفة، هذا يجعل منها متعلمة عندها شهادة فقط. وكون عندها شهادة هذا ما يجعلها مثقفة، هذا ما يجعلها انها تعرف كل شيء او انها تعرف بعض الشيء. ليش؟ احنا قلنا احنا الثقافة اللي احنا نبغى المرأة تكون عندها هي الثقافة الإسلامية، لكن في جوانب حياتها كلها، في كل جانب من جوانب حياتها. فهنا هل كل امرأة مثقفة هي متعلمة، ولا هي كل امرأة متعلمة مثقفة؟ وإيش الفرق بينهم؟ وأية واحدة فيهم الأهم في بناء مجتمعنا؟ هذا السؤال اللي راح نجاوب عليه بإذن الله تعالى بعد الفاصل. خليكم معنا، لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا وقفنا عند سؤال: هل كل متعلمة مثقفة، وهل كل مثقفة متعلمة؟ طبعا ليست كل متعلمة مثقفة ولا كل مثقفة متعلمة، الموضوع مختلف تماما. فالتعلم أو طلب العلم أو المتعلمة هي امرأة عندها الشهادة في تخصص معين، وإذا كانت تعرف شيء هي فتعرف شيء في مجالها هي، في تخصصها هي، أو في مجال عملها هي فقط. والمرأة المثقفة ممكن تكون متعلمة، ممكن تكون غير متعلمة، يعني تعليمها ممكن لغاية الثانوي. بعض الأحيان والله في نساء لا كملوا ثانوي ولا شيء، ممكن من المرحلة المتوسطة، لكن ما شاء الله تبارك الله من كتر ما هم مثقفين الواحد يفكرهم حتى يعني عندهم درجة جامعية عليا جدا، يعني لأنهم يتكلموا، قلنا احنا الثقافة والتعلم أو العلم يأثر على طريقة كلام المرأة، طريقة حتى مشيها يأثر عليها، فيغير، فيظهر عليها
هذا العلم الذي تحمله أو هذه الثقافة اللي تحمله. فكل امرأة متعلمة مش لازم تكون مثقفة، وكل مثقفة مش لازم تكون متعلمة، موضوع مختلف تماما. وإحنا قلنا إحنا المرأة المتعلمة والمرأة المثقفة لها دور عظيم يعني، فكل فيه خير. فإيش الأفضل فيهم؟ ما راح نقول هذا أفضل ولا هذا أفضل، كله فيه خير لما تكون المرأة عارفة كيف تستخدم العلم اللي عندها والثقافة اللي عندها في بناء نفسها، في بناء شخصيتها، في بناء أبنائها، في بناء زوجها، أو في المحافظة على بيتها في الزواج، أو في أنها تتعامل مع المجتمع، أو في مساهمة في نهضة المجتمع. كل علم وثقافة تكتسبها المرأة في حياتها إذا ما كان لها هدف معين هو يبقى يعني مجرد علم في الدماغ، وممكن يظهر تأثيره السلبي حتى مع الوقت. طيب احنا قلنا كمان انه قراءة الروايات ما تعتبر شيء من الثقافة ولا شيء أساسا. ما نقدر نعتبر امرأة تقرأ والله من رواية لرواية أنها امرأة مثقفة، لأنه ممكن أعتبرها مثقفة في حال إذا هي كانت أساسا تكتب الروايات، فهي تعرف هذا الجانب فقط في حياتها، كيف كتابة الرواية، كيف النص، كيف الإخراج، إلى آخر الكلام في هذا الصدد. لكن قراءة الروايات ما تعتبر أساساً تمد المرأة بما تحتاجه من ثقافة. فالثقافة اللي احنا دائما رح نتكلم عنها الآن وإلى الأبد يعني الثقافة الإسلامية اللي نحن نحتاجها تؤثر على المرأة وتؤثر على سلوكها وعلى طريقة تفكيرها وعلى وجهة نظرها في الحياة. الثقافة والعلم اللي تخلي المرأة تتغير، هي تتغير واللي حواليها يتغيروا. طيب نحن كنا قلنا هل الواقع أو المجتمع يحدد مساحة الثقافة المسموحة للمرأة؟ بعض المجتمعات أو أغلب المجتمعات الآن مع الأسف الشديد دائما مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة دائما تسمح للمرأة بحدود معينة في ثقافتها. يعني ثقافة خاصة بالمرأة المتزوجة، قبل الزواج ما في ثقافة، بعد الزواج كل ثقافتها اللي المجتمع يدف المرأة يعني أو يدفع المرأة لها دفعا هي الثقافة الزوجية، كيف تتعامل مع زوجك، كيف مش عارف إيش، كيف تديري أولادك. خلاص الحياة كلها تدور في هذا الشيء وما تتعدى هذا الجانب. لذلك المرأة تلاقيها في جوانب أخرى في الحياة هي صفر، ما تعرف ولا شيء، والسبب أنه كل المجتمع يعوم على هذا العم أو كل النساء حولها في هذا الاتجاه. فتلاقي المرأة دائما تلتحق بالدورات الخاصة بالمتزوجات، مشاكل الأزواج، مشاكل مش عارف إيش. طيب فين الأبناء؟ فين المجتمع؟ فين أساهم في بناء المجتمع؟ فين أساهم أنا في بناء شخصيتي؟ فين الثقافة الخاصة في أنا كشخص مستقل، ككيان مستقل؟ غير موجودة عند المرأة. لذلك بعض النساء القويات جدا هم يخرجوا تماما عن هذه المساحة المحدودة. المجتمع لما يحدد للمرأة مساحة خاصة فيها للطيران بعقلها وبعلمها وبثقافتها، هي المرأة هذه القوية تشعر أن هي في السجن، فتكسر هذه القيود وتخرج يعني تحلق بر السرب، فتلاقيها تتوسع تماما توسع ما تخاف منه. والمرأة كلما تعلمت وثقفت أول شيء هي تشعر بالقوة، ثاني شيء تشعر أن هي حرة، ثالث شيء تشعر أن هي مؤثر في الحياة وأنه هي كيان قوي جدا ويصنع فرق في واقع الحياة. رابع شيء هي تشعر أن هي قادرة على المساهمة في بناء المجتمع من حولها، في إحداث التغيير، في القيام بشيء مختلف تماما. هذه الأشياء اللي تشعر فيها المرأة القوية المتعلمة أو المثقفة ما يقدر المجتمع البسيط والمحدود واللي عنده أفكار يعني يخاف أنه يفقد السيطرة فيها على المرأة أنه يسيطر على هذه المرأة. طيب فهذه الأشياء مهمة جدا. عندنا سؤال مهم ودائما يطرح صراحة في مجالس النساء وفي غير مجالس النساء: ليش المرأة قبل الزواج تكون تقرأ تدرس تتعلم وكل شيء، بس بعد ما تتزوج زي الطائرة اللي كانت تطير وبعدين بهدوء كذا تنزل على المدرج، ولما تنزل المدرج ما عاد تطير مرة ثانية بالضبط يعني بهذا الشكل؟ ليش المرأة تتوقف عن التعلم والثقافة وطلب العلم أو التثقف والتوسع ذهنيا بعد الزواج؟ إيش اللي يتغير في المرأة؟ اللي يتغير في المرأة ممكن كثير. بعضنا يقول مسؤوليات، بعضنا يقول والله ما في وقت، بعضنا يقول والله المجتمع ما يساعد، والله بعضنا يقول طب أنا أساسا متعلمة وما اشتغلت وزوجي ما يقبل فبالتالي خلاص، وبعضنا يقول مثلا أنه فترة وعدت يعني خلاص، وبعضنا يشوف أنه أساسا الموضوع كان للتسلية فقط. يعني المرأة لما كانت متفرغة وعندها وقت وهموم قليلة فسوت زي ما يسووا الناس كلهم، لكن بعد الزواج سوت كمان زي ما يسووا الناس أو زي ما يسووا النساء بعد الزواج.
طيب هل هذا الشيء صحيح أو هذا الشيء ممكن أو هذا الشيء يؤثر على المرأة؟ مع الأسف الشديد هو المفروض ما يصير زي كده، وهذا الشيء خطأ. ممكن يبدو الكلام كذا شوية نظري، يعني لما نقول خطأ طب ما في مسؤوليات. نعم كلنا متزوجات ونعرف المتزوجات عندهم مسؤوليات كبيرة جدا، بس المشكلة المرأة إيش هي؟ مشكلة المرأة أن هي لما تتزوج تذوب في حياتها الزوجية، تذوب في شخصية زوجها، تندمج مرة يعني أن هي في دور المتزوجة، فتلغي شخصيتها اللي كانت قبل، تلغي اهتماماتها، تلغي هواياتها، تلغي عقلها، تلغي طموحها، وتظن أن هذه الأشياء كلها تتحقق لما هي تكون فاضية تماما ما عندها أي مسؤوليات. وهذا طبعا وهم. مجرد أن هي ألغت نفسها وجعلت الأولوية والله خلاص تذوب في شخصية زوجها ورغباته وأهواءه وهواياته، وتذوب في حياة أولادها وأهل زوجها وأهلها ومجتمع المتزوجات ومجتمع المتزوجين، خلاص. فهنا الذوبان هذا هو اللي يوقع المرأة في إشكالية عدم الاستمرار في عملية التعلم والثقافة. بس هي ما راح تقول أبدا المرأة أنه المفروض ما يصير زي كده، إنما دائما الحجة أو الشماعة اللي نعلق عليها هذا الأمر نقول إيش؟ ما في وقت. كيف ما في وقت؟ ما في وقت هذه كلمة حاجة العجز صراحة، يعني مع الأسف الشديد، يعني اعذروني، هذا حيلة العاجز. لما إنسان يبغى يقول أنا والله نيتي ما عندي نية أساسا، يعني ما كان عندي نية واضحة أثناء رحلة التعلم والثقافة، والآن برضو ما عندي أي نية، إنما كنت أتسلى كذا صدق. لكن لما ما يكون عنده الإنسان هذا الصدق يقول على طول أنا ما عندي وقت. ما في شيء اسمه ما عندك وقت. حتى الناس الناجحين في الحياة واللي أنجزوا واللي كان لهم دور مؤثر في الحياة كان عندهم 24 ساعة. في ال 24 ساعة قاموا بأشياء كثيرة جدا. لو ذكرنا إحنا نساء في تاريخ الإسلام كانوا متعلمات ومؤثرات ومثقفات وغيروا أشياء كثيرة جدا، هذول نساء وإحنا نساء، كان عندهم 24 ساعة وكانت حياتهم أصعب من حياتنا، لكن همتهم ونيتهم أثناء طلب العلم وأثناء الثقافة اللي حملوها وأثناء مشاركتهم في المجتمع نفسه النية مختلفة تماما. فالنية هي اللي تحدد الإنسان عندي أنا وقت ولا ما عندي وقت. إذا أنا عندي وقت، إذا أنا عندي نية صحيحة وهدف أبغى أوصل له في حياتي وأعيش من خلال هذا الهدف، معناها أنه أنا حكيف كل الوقت اللي حواليا وكل الأمور من حولي للوصول لتحقيق هذا الهدف. ومو لازم الهدف الآن أوصل له، ممكن بعد 100 سنة أوصل له، بس أمشي فيه ببطء بوتيرة ثابتة، يعني بهدوء. ومع الأسف الشديد إحنا يعني هذا اللي يصدمنا، أنه المرأة أغلب المشاكل اللي تيجي في موضوع الزواج تكون المرأة أساسا متعلمة، والمشاكل اللي تقع فيها غريبة جدا، يعني المفروض هي ما تقع فيها. ليش؟ لأنه المرأة الأقل منها علما ما تقع فيها، والسبب أن هي أخذت بالخبرة وبالثقافة اللي حواليها، الثقافة الصحيحة اللي حواليها، عرفت تتجاوز هذا النوع من المشاكل. بس لأن المرأة تتوقف تماما عن عملية التعلم وطلب العلم والثقافة والتوسع، وأنها تكون إنسانة مستنيرة في حياتها وتحمل ثقافة صحيحة تخدمها وتخدم كل اللي حواليها، هنا وقعت الإشكالية حقت المرأة في أنها تتوقف. فإذا أول شيء لازم يحدث لخروج المرأة من هذا المأزق اللي اسمه تتوقف عن الحياة أو عن طلب العلم أو عن الثقافة بعد الزواج، هي أنها تعقد نية صحيحة لممارسة هذا الأمر مرة أخرى. هذا موضوع مهم جدا. ليش مهم؟ لأنه مع الأسف الشديد نحن قاعدين نلاحظ أنه الآن صارت فرصنا أفضل في نحن نتعلم ونتثقف، لكن نقع في مشاكل لم يقع فيها من كان أقل مننا علما وثقافة. فهنا المرأة تحتاج تراجع نفسها، هي ليش قاعدة تتعلم وليش قاعدة تتثقف بهذا النوع من الثقافة، وهل هذه الثقافة تأثر عليها وعلى بنيتها في المجتمع وعلى مشاركتها في المجتمع، وهل هذه الثقافة تخدمها هي في حياتها الزوجية وتأثر عليها في نجاح الزواج أو تأثر عليها في فشل هذا الزواج. لازم المرأة ترجع تسأل نفسها أسئلة حقيقية وصادقة حتى تقدر تعرف الآن من أين تبدأ في طلب العلم أو في الحصول على الثقافة الصحيحة اللي احنا نتمناها لجميع النساء. الموضوع هذا هو حلقة فقط اليوم، خطوة مشينا فيه، وإن شاء الله تعالى بإذن الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا يعني استضافة مميزة جدا للحديث بتوسع في هذا الجانب، ونشوف الإشكالية في موضوع المرأة المثقفة والمرأة المتعلمة والمشاكل اللي تتعرض لها والتحديات اللي تخوض لها، ونشوف إيش الحلول الممكنة أو إيش الممكن وغير الممكن والمسموح وغير المسموح عندما تكون المرأة متعلمة
ومثقفة. كنت أنا معكم خديجة برهان في برنامج خطوة، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الموعد. يسرنا نحن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركتكم في موضوع كيف ينظر الرجل للمرأة المثقفة، حتى نلقي الضوء ونسلط الضوء عليها بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.